حبايب قلب ام لولي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايب قلبي. كنا قاعدين بقى والدنيا كانت حر بطريقة مش طبيعية. قلنا ما بدهاش بقى نقوم نشيل الدنيا ونقلبها عليها واطيها، جبنا عليها واطيها يا حبايب قلبي. كان لازم نقوم نعمل كده، كان شيء لابد منه ان احنا نقوم نعمل كده. الدنيا كانت خربانة خراب يا دنيا، عمر يا دماغي. لا هي كانت خربانة 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 جدا. طبعا مع بداية الفيديو يلا بسرعة نجري على الكومنتات، نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بسرعة بسرعة. بصوا بقى، مسكنا الدنيا كلها غرقناها مية. هنا كانت اختي عندي مالت بقى مية بفنيك وقالت ما بدهاش، الشرشوبة مش هتعمل حاجة لوحدها، لازم نغرق البلكونة مية وبعد كده بقى ايه نمسحها وننشفها. فطبعا بقى جابت طبق مية كده محترم، مليته مية بفنيك وقامت رامية بقى في ارضية البلكونة كلها، وقمنا بقى ايه مسحين ونشفناه. هتشوفوا البلكونة في الاخر يا حبايب قلبي محتاجة كوباية شاي بقى او فنجان قهوة، وتقعدوا بروقان في النظافة والطراوة دي. هو الحر مش عايز غير رشتين مية كده يطروا الدنيا على قلوبنا ولا ايه؟ فطبعا بقى بصوا الدنيا كانت تضرب تقلب، وقمنا بقى غيرنا الستارة بتاعت الصالة. هتشوفوا شكلها دلوقتي، يا رب تعجبكم. هستنى رأيكم كلكم يا حبايب قلبي، لان طبعا كان التغيير بقى في كل حاجة، الستارة غيرنا كل حاجة كل حاجة. وبصراحة اللي ساعدتني اختي كانت عندي، هي اللي ساعدتني في كل حاجة. بصوا البلكونة يا خرابي بعد ما نطفت والتراب اتشال من عليها. مش قادرة اقول لكم بجد، محتاجة كوبايتين شاي او فنجانين قهوة. انت عارفين ان انا ما بحبش القهوة، اللي يحب القهوة يشرب قهوة، اللي يحب الشاي يشرب شاي، ايا كان. فبقى ايه، بصوا الصالة تضرب تقلب بقى. قلنا نغير القعدة، طبعا غيرنا مكان الجزامة وغيرنا مكان الترابيزة اللي محطوطة في الطرقة، غيرنا اماكن كل حاجة كل حاجة. بصوا يعني بصراحة ربنا يخليها لي ويخلينا لبعض يا رب. هي ساعدتني في كل حاجة في كل حاجة بصراحة، ما سابتنيش غير لما خلصنا الدنيا كلها. لان طبعا الصلاة يعني كان فيها كركبة كتير، وتغيير القعدة برضو بياخد وقت، والكنب بيبقى تقيل، يعني الموضوع كله بياخد وقت. وبصراحة الصيف مش عايزة الا كده. يعني بصوا انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اصور لكم لقطات، بس والله عشان هي ما بتحبش الكاميرا وكده، انا ليش هي ما بتحبش الكاميرا. انا كنت ثبت الستاند و وكنت صورت لكم كله، يعني كنت صورت الفيديو كامل وكنت يعني كنت نزلته على القناة كامل، بس هي بصراحة ما بتحبش التصوير. فيا دوبك كنت بصور لكم لقطات بس، وبوريكم الدنيا قد ايه هي خربانة وقد ايه الدنيا بايظة عندي. الدنيا كانت بايظة بطريقة مش طبيعية، مع انه والله العظيم انتوا بتشوفوا ان انا بنزل لكم فيديوهات ان انا ايدي في الشقة على طول وبروقها يوميا، بس مش عارفة في ايه بصراحة. وطبعا يعني انتوا شفتوا، انا مش عارفة اللقطة بتاعت المطبخ انا صورتها لكم في الاول ولا لسه هتظهر لكم، بصراحة مش واخدة بالي قوي. بس لو ظهرت لكم في الاول قولولي ان انتوا شفتوها يعني. إيه طبعا يعني هو المطبخ برضو كان مكركب وكان بايظ وروقته ترويقة عميقة، بس ده هينزل لكم في فيديو تاني. فيديو المطبخ ده هينزل لوحده. إيه عشان يعني هو ايه انا مروقة ترويق عميق، فاهمين، ومصورة المطبخ كله وهو بيتروق. فمش عارفة اللقطة ظهرت لكم ولا لأ. انا كنت برضو ايه مدياله تصويرة كده واحنا بنروق الصالة، بس برضو كان المطبخ فظيع جدا، والمية بتاعت الاطباق كانت محتاجة تتغير. لا غيرت حاجات كتير ووضبت المطبخ توضيبة كويسة برضو، بس الصالة بصراحة اللي كانت محتاجة ان احنا يعني نروق على نفسنا كده ونمسح، لان بجد الحر يا جماعة بشع، الحر فظيع فظيع بجد. فطبعا تغيير، بصوا لو انتوا واخدين بالكم اقسم بالله، أنا مش عارفه دي ايه، دي عفانه دي ولا ايه؟ والله العظيم يا حبايب قلبي يعني كويس ان انا اصلا بصور لكم وبنزل لكم اول باول ان انتوا تشوفوا ان انا اصلا بروق الشقه يوميا وبكنس وبمسح. بس مش عارفه ليه دايما، هل بقى دي الحاجات اللي بتبقى تحت الكنب؟ مش عارفه والله.
بس ايه، انا غيرت بقى القعدة لان طبعا تغيير القعدة بيدي طاقة ايجابية للشقة، وانتوا هتشوفوا. هستنى رأيكم كلكم، هستنى تعليقاتكم الجميلة، وهستنى رأيكم في تغيير الكنب وتغيير شكل الصالة. والله العظيم تغيير شكل الصالة ده بيبقى حاجة مهمة جدا. بتدي طاقة إيجابية لبيتك لما تغيري القعدة. صدقيني انت ممكن تبقي قاعدة كده مفكرة ان مثلا انت مش هتقدري ان انت تغيري القعدة، بس صدقيني انت لو حطيتي في دماغك ان انت تقومي وتغيري القعدة بتاعت الصالة بتاعتك او بتاعت الأوضة، صدقيني بتدي طاقة إيجابية. صدقوني احنا كنا قاعدين عندنا طاقة سلبية جدا جدا، بس لما قمنا عملنا التغييرات دي كانت طاقة إيجابية بطريقة مش معقولة. هستنى رأيكم كلكم يا حبايب قلبي. ودي كانت النتيجة في الآخر. كانت القعدة اللي احنا عملناها وكانت تحفة، والصراحة مدية منظر حلو قوي للصالة. هستنى تعليقاتكم الجميلة وهستنى لايكاتكم، وهستنى رأيكم الحلو في الفيديو، ونوصل بقى الفيديو لأعلى نسبة مشاهدة يا حبايب قلبي. واستنوني في فيديو جديد، هنزل لكم فيديو المطبخ ان شاء الله. وباي باي يا حبايب قلب ام لولي.